ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حاجه تانية بس عايزين نتكلم فيها وعن شخصيه تانية، هو اللي هو الاستاذ الاعلامي عمرو اديب. عمرو اديب برضو في موضوع ترند ابو تريكه مش حالل، كل شويه ينزل تويتر وعمال يحط على ابو تريكه. بس انا عايز اقول لك ترجع بفلاش باك بس عشان اقول لك ايه سر عمرو اديب كل شويه يحط على ابو تريكه. انا اقول لك في الفلاش باك لما ترجع لسنه 2009 مصر كانت بتلعب امريكا في كاس القارات، خسرنا 3-0. طلع عمرو اديب وقال لك ان اللعيبه كانت سهرانه مع ستات في المعسكر واللعيبه ما بتنامش وبدري، وقام طن 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 حاطط على مين؟ على اللعيبه. يجي بقى مين بقى؟ عم الناس محمد ابو تريكه يتصل بعمرو اديب على الهواء، وكان معاه عزت ابو عوف ليلقنه درسا في الاخلاق والادب. وعمرو اديب ما كانش عليه غير كلمه واحده: مش هقدر ارد عليك كابتن ابو تريكه، مش هقدر ارد عليك كابتن ابو تريكه. قبل ما تشوف الشخص الاعلامي اللي بيطلع يتكلم على الناس التانيه، شوف الراجل ده بيتكلم عليه وهو ليه هدف معاه ولا ملوش هدف. من ساعتها وعمرو اديب وهو منتهز الفرصه، اي مشكله تحصل لابو تريكه يطلع عمرو اديب ويتكلم على ابو تريكه بطريقه وحشه، لدرجه ان ابو تريكه بياخد براءه من القضيه اللي هو متهم فيها. بيطلع عمرو اديب يجيب محامي يقول لك احنا في نقد، يجيب الحاله الثانيه، ما يجيبلكش اللي هي البوستر اللي هو ابو تريكه بريء. ما يقولكش كده، هو مش هيقول لك ابو تريكه بريء، بس هيجي يقول لك ابو تريكه ارهابي. وهو فعلا ابو تريكه ارهابي، بس ارهابي القلوب. عم ابو تريكه عمي وعم الناس، وربنا يخليه لنا، ودايما في صحه وسلام، ودايما حارق الناس كلها. حبيبي يا ابو تريكه، وربنا يخليك لينا يا عم الناس.